اقفل نور الأوضة شوية وتخيل معايا المشهد ده. شقة عادية جدا، ولا حاجة فيها بتقول إن في مصيبة. سيراميك نضيف وحيطان مدهونة وريحة بيت عادي، بس تحت البلاط ده في إنسان. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد. دي مش ذكرى ولا قصة قديمة، ده إنسان حقيقي كان بيضحك وبيتكلم وعنده أهل مستنينه. وتحت بلاطة تانية في إنسانة، وتحت بلاطة تالتة روح محدش سأل عليها لسنين. احنا مش في فيلم ولا في قصة رعب متألفة، احنا في الجيزة وسط بيوت الناس وسط زحمة الحياة. النهاردة مش هنحكي إشاعة ولا ترند، دي قصة قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، المعروف باسم سفاح الجيزة. قذافي لو شفته في الشارع عمرك ما تقول عليه مجرم، ملامحه عادية وكلامه هادي وبيعرف يسمع كويس، مش من النوع اللي صوته عالي ولا اللي دايما فيه مشاكل، وده أخطر نوع. قذافي كان بيعرف يخلي اللي قدامه يحس انه مفهوم ومتقدر ومرتاح. كان بيلبس لبس بسيط وبيتكلم بعقل وبيضحك في وقته. الناس بدأت تثق فيه عشان ما كانش باين عليه أي حاجة غلط، لكن اللي محدش كان شايفه هو العالم اللي جواه. قذافي ما كانش بيحب يحس إنه أقل من حد. أي شخص يحسسه إنه مهدد أو مكشوف أو ضعيف كان بيشوفه خطر. مش لازم يضرب، مش لازم يزعق، كان بيفكر ويستنى ويختار الوقت. وده اللي خلى جرايمه مش عشوائية. كل ضحية دخلت حياته كان محتاج هو فيها يحس انه المسيطر. قبل ما نذكر اسماء الضحايا لازم نفهم حاجة واحدة، ولا واحدة من الضحايا كانت رايحة تموت، ولا واحد فيهم كان متخيل ان نهاية حياته هتكون تحت بلاط شقة. كانوا داخلين بعلاقات عادية، حب وزواج وشغل وثقة واستثمار. قذافي ما كانش بيخطف ولا بيجبر، كان بيستدرج بالعقل وبالهدوء. أول ضحية معانا نادين السيد. كانت شابة في أوائل التلاتينات، ليها شغلها وحياتها العادية، أصدقاء وعيلة، وكل يوم عندها بيعدي عادي. اتعرفت على قذافي في البداية كصديق أو حبيب، مش واضح في البداية، لكن كانت حاسة بالأمان حواليه. كانت بتقول جواها إن هي حاسة إنه شخص طيب وحد ممكن يسمعها وحد ممكن تشارك معاه أسرارها. ما كانتش عارفة إن كل كلمة هتكون آخر كلام هتقوله. بدأت نادين تحس بشكوك في تصرفاته، لكن حب الثقة فيها خلاها تتجاهل العلامات. يومها قذافي دعاها لشقته، قعدة هادية وكلام طبيعي وضحك وشاي وشوية دردشة. لكن الجو بدأ يتغير ببطء. نادين حاولت تواجهه، انت ليه مش صريح معايا؟ قذافي ابتسم ابتسامة هادية، بس في عينه كانت نظرة مختلفة، كان الخطر بدأ يظهر. قذافي اتحرك ناحية نادين بحذر، خنق نادين ببطء لدرجة محدش قدر يسمعها. أخيرا نادين فقدت وعيها والهوا بقى ساكن في الشقة. قذافي حفر تحت البلاط بعناية بدون صوت وبدون أي أثر، مدفونين فيها الحياة والأسرار والخيبة كلهم في نفس المكان. نادين اختفت وأهلها حاولوا يدوروا عليها لسنين، كل البلاغات كانت بدون نتيجة. الحي اللي عاش فيه بقى مليان علامات استفهام، لكن محدش كان يعرف الحقيقة. فاطمة زكريا كانت مرات قذافي، ليها حياتها وليها عيلتها وأحلام بسيطة. كانت متعودة على حياته الهادية، علاقاته الغريبة كانت شبه سرية بالنسبة لها. بدأت المشاكل المالية والخلافات تظهر، كان جواها دايما في توتر. كانت بتقول مش فاهمة ليه شعوري بيتغير مع كل كلمة منه. الخلاف كان على المال والاستقلالية. فاطمة طلبت فلوسها واتناقشت في مصاريف البيت وبدأت تشك في بعض التصرفات الغريبة. قذافي كان هادي، لكن غضبه كان جواه، كان بيحسب كل كلمة وكل حركة. في يوم من الأيام الخلاف وصل لأعلى حاجة، قذافي ضرب فاطمة بشدة في راسها. كانت النهاية سريعة وصامتة، مفيش صراخ ومفيش شهود. حفر حفرة تحت البلاط بعناية، والدفن كان صامت ومدروس ومن غير أي أثر. كل حاجة كانت محسوبة، البلاط والغرفة وحتى المساحة. الشقة عاشت حياتها اليومية فوق سر كبير، ولا حد عرف الحقيقة إلا بعد سنين. الجريمة ضد مراته مش مجرد قتل، ده تحكم كامل في شخصيتها. الغضب المكبوت والسيطرة قرار بارد. استخدام المكان الشخصي كوسيلة لإخفاء الجريمة ده ذكاء نفسي. رضا عبد اللطيف كان صاحب مقرب وقريب تجاري لقذافي، عمره في التلاتينات وشاب عادي وعنده شغل وحياة مستقرة. كان على ثقة في قذافي لدرجة انه ضاع في استثماراته معاه. كان دايما بيقول انه عارف كويس الراجل ده وصاحبه. كان دايما بيقول ان كله هيتصلح واي خلاف هيتفاهم معاه.
رضا بدأ يلاحظ تصرفات غريبة، بعض المبالغ مش واضحة ورسائل مش متوقعة من شركاء قذافي، لكن ثقته فيه كانت أقوى من أي شك. رضا طلب يرجع أمواله وسأله عن بعض المعاملات الغريبة. قذافي ابتسم وشكله هادي، لكن كان بيحسب كل خطوة وكل سؤال. قذافي بدأ يحس بتهديد وخطر، فطلب منه إن يجي عنده الشقة مع كوباية شاي وكلام ودي. رضا حاسس براحة مؤقتة، وفجأة حطله السم في الأكل والشرب. رضا بدأ يدوخ وحاول يتكلم، بس الوقت كان فات. قذافي بعد القتل استخدم تليفون رضا عشان يبعت رسائل لأهله، حاول يحسسهم إن هو لسه موجود. خد ممتلكاته وأوراقه الشخصية واستغل الثقة السابقة لإخفاء أي أثر للجريمة. وبعد أسابيع من الاختفاء الأسرة فقدت الأمل. الحي بدأ يلاحظ غياب رضا، لكن محدش قدر يشك فيه. ياسمين نصر إبراهيم كانت شابة مصرية عادية عايشة في الإسكندرية، بتشتغل وبتحاول تبني نفسها خطوة بخطوة. ما كانش عندها طموحات خيالية، كل اللي كانت عايزاه هو استقرار وأمان. وفجأة دخل قذافي حياتها، لكن باسم غير اسمه. قذافي ما قدمش نفسه باسمه الحقيقي، اسم جديد وقصة جديدة وشغل محترم. كان بيتكلم بثقة، بيشرح خطط استثمار وأرقام. ياسمين صدقته، مش لأنها ساذجة لكن لأنه كان مقنع. كانت حاسة إنه راجل فاهم وكلامه مترتب، وإن هي ممكن تكون محتاجة فرصة. وسلمته 45,000 جنيه فلوس تعبها. الوقت عدى ومفيش أرباح ومفيش ردود واضحة. ياسمين بدأت تسأل وتضغط وتطالب بحقها. وهنا قذافي حس إن السيناريو بيقرب من نهايته. قذافي طلب منها تقابله عشان يسلمها الفلوس. المكان مخزن هادي مفيهوش أي ناس. ياسمين دخلت وهي متوترة بس متأملة. في لحظة واحدة الخداع انتهى. قذافي خنقها بهدوء من غير أي صراخ، الصوت الوحيد كان أنفاسها وهي بتختفي. قذافي دفن ياسمين تحت أرضية المخزن، ولا حد سأل ولا بلاغ اتحرك بسرعة. ياسمين اتحولت لاسم في بلاغ اختفاء اتركن. الجريمة دي كانت مختلفة، كانت خداع كامل وهوية مزورة وقتل بدون علاقة شخصية. وده معناه إن قذافي وصل لأقصى درجة من البرود، مبقاش محتاج مبرر نفسي ولا علاقة. القتل عنده بقى وسيلة. بعد الجريمة دي قذافي خلاص افتكر انه خلاص مفيش حد هيقف قدامه، لكن كان ناسي حاجة واحدة، ان كل سر وليه بلاطة وفي يوم لازم تتشال. اهالي الضحايا بدأوا يشكوا، سنين من الغياب ولا جواب ولا اثر. الحكومة استقبلت بلاغات كتيرة، نادين السيد وفاطمة زكريا ورضا عبد اللطيف وياسمين نصر إبراهيم. الحكومة لاحظت تصرفات قذافي الغريبة، تأجيل مستمر وأعذار متكررة وتوتر لما بيذكروا أسامي الضحايا. بدأوا يستدرجوه بالأسئلة، كل سؤال كان بيسكت، كل إجابة كان بيتردد. الحكومة بعدها راحت تفتش الشقق بتاعة قذافي. الجثة الأولى تحت بلاط الشقة في بولاق الدكرور اللي هي نادين السيد، أما الجثة التانية كانت تحت أرضية الغرفة اللي هي مراته فاطمة زكريا. وبعد كده بقايا رضا عبد اللطيف بعد السم والتزوير، وياسمين نصر إبراهيم تحت أرضية المخزن في اسكندرية. قذافي كان ذكي جدا، لكن كل الذكاء ده ما قدرش يهرب من النظام. التخطيط المكثف كان واضح، الصبر والبرود النفسي ساعدوه سنوات، لكن الأنماط المتكررة كانت المفتاح لكشفه. بعد كشف كل الأدلة تم القبض على قذافي رسميا. النيابة بدأت التحقيقات وتقدم للمحكمة الجنائية في الجيزة. جلسات المحاكمة كانت مليانة مشاهد صدمة، زي عرض الأدلة المادية، بلاطات مرفوعة وبقايا عظام وأوراق مالية، وشهود أهالي الضحايا والضباط والجيران، ومحاولات قذافي للتلاعب بالقاضي والمرافعة. أهالي الضحايا حضروا الجلسات ودموعهم حقيقية وصمتهم كان تقيل. الحكم على قذافي كان قوي، 4 أحكام إعدام لكل ضحية، مصادرة ممتلكاته وتحقيق كامل في كل جرائم التزوير. المجتمع المصري شعر بارتياح، لكن القصة سببت خوف كبير. الناس بدأت تسأل عن الأشخاص اللي قدامهم، الناس بدأت تبقى حذرة من الثقة المفرطة، وده درس مهم لكل واحد. شخصية قذافي كانت ذكاء عالي مع برود عاطفي، كان عنده القدرة على التخطيط الطويل، كان بيستغل الثقة والروابط الشخصية. النهاية كانت نتيجة الأنماط المتكررة وعدم القدرة على التهرب من القانون. بعد كل الجرايم دي، بعد كل البلاطات اللي اتشالت، بعد كل الأرواح اللي راحت، القصة مش بس عن قتل أو عن مجرم، دي قصة عن الثقة وعن الدهاء البشري وعن البرود النفسي اللي ممكن يختفي ورا ملامح مألوفة. العدالة مش دايما سريعة، بس دايما بتوصل. واللي حصل مع السفاح ده درس للمجتمع كله،
ما تثقش في اي حد قبل ما تعرفه بعمق، ومفيش سر يقدر يفضل مدفون للابد. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك ان شاء الله على خير، وسلام.